الحاجة نجيبة محمود عندها فوق ال60 سنة من قرية ميت عاصم الدقهلية. الحاجة نجيبة كان عندها ابن اخوها اسمه محمود، كانت بتحبه جدا وبتعتبره ابنها، وما كانش ينفع يعدي يوم من غير ما تشوفه. فلوس بتديله، اكل بتديله، كل حاجة ما كانتش بتمنعها عنه. هاتي فلوس يا عمتي حاضر، اكل يا عمتي حاضر. كانت على طول تقول له انا امك مش عمتك. الحاجة نجيبة كان عندها ذهب وفلوس وحالتها المادية كانت متيسرة، وكان عندها حفيدتها كانت متجوزة واتطلقت. طليقها بقى فكر ان هو يسرق الحاجة نجيبة، وهو بيفكر كده قعد يقول مين اللي يساعده في الجريمة، مين اللي يساعده؟ تفتكر انتوا مين؟ محمود، اللي هي ربته، اللي كانت بتعتبره زي ابنها بالظبط، وما كانتش بتعز عليه اي حاجة، لا فلوس ولا كانت بتعتبره ان هو ابنها. قعد مع محمود وعرض عليه الفكرة، والفكرة عجبته. وللعلم محمود طالب جامعي، ولا بيشرب ممنوعات ولا اي حاجه في دماغه، يعني ده كمان كان صابح عليه الامتحان. اقسم بالله احنا في النهايه بس يعني للي يعقل الكلام، يعني تحس ان الدنيا خلاص بقى يعني جابت اخرها وبتشطب ورقها وبتلم الدنيا، بس الناس مش في دماغها هي الجريمه وذهب وفلوس على دماغهم، ولا فرق معاه ان دي كانت زي امه ان هي اللي ربته، ولا فرق معاه اي حاجه. اتفقوا هما الاثنين وجابوا كمان واحد كده زميلهم عنده 16 سنه، وجهزوا الحبال وجهزوا سلاح ابيض وجهزوا بقى كل حاجه. محمود قال لهم خلاص نخلص السبوبه كده في السريع قبل الفجر، خلص السبوبه واطلع على الامتحان بتاعي عشان يبعد الشبهه عنه. مش عارفه هيجي له قلب اصلا ازاي ان هو يقعد ويمتحن كده ويركز وهو عامل مصيبه زي دي. قبل الفجر بقى والبلد كلها نايمه، دخل محمود وطليق حفيده الست نجيبه دخلوا من البلكونه. طبعا محمود عارف تفاصيل المكان كويس وعارف كل حاجه. دخلوا واتسحبوا من البلكونه، ومحمود كمان كان عارف ان الست نجيبه بتقوم امتى وتنام امتى، عارف كل حاجه. دخل وقعد يدور في الادلبه والادراج على الفلوس والذهب. ست نجيبه كانت متعوده ان هي اول ما بتسمع قران الفجر بتقوم على طول. قامت الست نجيبه وشافت قدامها محمود، قالت له انت بتعمل ايه يا محمود؟ واتفاجئت طبعا، وكانت الست نجيبه مصدومه، ومحمود اتخض طبعا واتفاجئ بيها، وهجم عليها وحط ايده على بقها وكتم نفسها. ورغم الست انها كانت بتتكلم بصعوبه، كانت بتخلع كل الذهب اللي كان في ايديها، وقالت له يا محمود يا ابني خد اللي انت عايزه وامشي، الله يسهل لك، وانا مش هتكلم ومش هقول اي حاجه. طبعا شيطانه هنا محمود جابه ان خلاص الست دي شافتني وانا كده اتفضحت، وما ينفعش الست دي ان هي تعيش، وكمل على رقبتها وفضل يكمل ضغط فيها. والاتنين اللي كانوا معاه فضلوا ماسكين ايديها عشان يخلصوا عليها. في الوقت ده كان الفجر أذن، والست نجيبة رفعت ايديها واتشهدت في نفس الوقت وهي باصه في عين محمود وهي عماله بتبكي. محمود بيقول في المحكمه مش عارف انام من نظرات عينيها ليا، وكأنها كانت بتقول في نظراتها الأخيرة انت يا محمود انت تكون نهايتي على ايدك لربيتك واعتبرتك ابني. بعديها قسموا الفلوس والذهب وقسموا كل حاجة، ومحمود راح امتحانه ولا كأن في اي حاجة خالص. في الوقت ده طبعا اكتشفوا الجريمة، وطبعا في الوقت ده هو رجع من الامتحان قعد يصرخ ويبكي ويعيط امي 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 امي، والشرطة اكتشفت اللي عمال بيبكي وبيصرخ ده هو القاتل. امبارح اتحكم عليهم بالاعدام، ما عدا اللي كان معاهم اللي كان عنده 16 سنه، لان مختفي من وقت وقوع الجريمه، محدش يعرف عنه حاجه. للاسف اتقي شر من احسنت اليه. الخسه والنداله والغدر ما بتجيش من الغريب، بتيجي من اقرب الاقربين. الحياه دي غريبه قوي، واغرب ما فيها هو الانسان. والله في ناس عايشه في وسطنا ألعن من الشياطين، دول أسوأ أنواع البشر. احنا أساسا في أسوأ حقبة زمنية احنا عايشينها. والله احنا في النهاية يعني خلاص بقى الدنيا بتشطب، ما عادش خلاص بقى غير المسيح الدجال يطلع بقى ويخلصنا من القرف ده كله، وخلي القيامة تقوم بقى على الظالمين اللي هو إن شاء الله ربنا هياخدهم بغتة، مش هيعرفوا حتى إن هم يتوبوا، مش هيعرفوا حتى يقولوا استغفر الله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم من كل ظالم. سلام.